الواحد مش متخيل ان في شعب يشمت في نفسه بالطريقه دي. يعني ايام ما كانت الدنيا بايظه وفي تضخم، الناس الغلابه اللي اتفكت شهادتها دي والله ما مليونيرات، يعني ده معظمهم ناس طالعين على المعاش، معظمهم ناس خايفه على مدخراتها. يعني ده اللي طلعوا بيه من الدنيا، ده اللي بيساعدهم ان هم يكملوا يومهم، يكملوا شهرهم، لان شهرهم اكل وشرب وعلاج ومصاريف. مش عايزين يتحوجوا من حد من عيالهم اللي هم اصلا مطحونين في الدنيا. يعني ابنه ولا بنته مطحون في الدنيا، فيعني طالع نهايه الخدمه حط ملمين في شهاده يزقوا معاه. فلما الدنيا تضخمت وحصلت مشكله، فالناس دي وجهت مدخراتها ناحيه الذهب، ان ولا هيعرفوا يجيبوا دولار ولا هيعرفوا يجيبوا اراضي ولا شقق ولا الكلام من ده، يعني مالهمش هم في الحكايه دي. فاللي متوفر ذهب، اللي جاب الرخيص واللي جاب الغالي، لما الذهب يرخص الناس شمتانه فيهم، لا حول ولا قوه الا بالله. شمتان في مين؟ في صالح التجار. يعني سبحانك يا رب، الناس دي مدخراتها كده كانت ضايعه، لما يحطوها في شهاده هي بالنسبه لهم قليله، مش مكفيه مصاريف حياتهم وبيتهم، فحاولوا يدوروا على حاجه تانيه، فما فيش غير الذهب. فاي سلعه بيتضغط عليها سعرها بيرفع. بس يعني الناس دي 3/4 اللي مش فاهم، و3/4 اللي شايف الدنيا والغلو وعايز يشوف اي حاجه يمسك فيها، مشمت فيهم. ينزل بدل البوست 100 بوست على جميع الصفحات وجروبات الذهب وبتاع، وناس فرحانه. ليه فرحان؟ واللي فرحان ده ليه؟ يعني هو الناصح اللي ما فيش زيه. مسير الايام تدور عليك وهتقع في مشكله برضه نفس الموضوع. لا يا جماعه، مش الشعب ده اللي يستاهل اللي احنا نشمت فيه. الناس دي فعلا معهاش اللي يكفيها بالقدر الكافي عشان نشمت فيها بالطريقه دي. الناس دي غلابه، الناس دي محتاجه اللي يديها، الناس دي كان محتاجه اللي يقف معاهم ويعرفهم ازاي يحافظوا على مدخراتهم. وما كانش في الوقت ده في شفافيه من اي جهه، والناس مش عارفه تعمل ايه، وخايفه تحط فلوسهم في شهادات. الشهادات مش هتجيب حاجه، وهتتربط 3 سنين، وبعد ال3 سنين فلوسهم هتقل. هيعمل ايه بعد كده؟ فالناس ده اقرب حاجه مشت مع الموجه، ما يستحقوش ان احنا نشمت فيهم. حقنا عليهم ان احنا نقول لهم اللي اشترى غالي اصبر، ربنا هيعوضك قدام، الدنيا هتغلى تاني ما تقلقش. اقول له ما تبيعش دلوقتي عشان هتخسر، تك على نفسك لحد ما ربنا يسهل. ده اللي المفترض ان احنا نقوله للناس لو احنا عايزين نثبت لنفسنا فعلا ان احنا شعب فعلا يستاهل ونحترم بعضنا كويس. انا اسف على تصوير الفيديو بالطريقه ديت، بس عشان الموضوع حرق دمي، يعني عشان فعلا هو الموضوع يحرق الدم. عايزين في يوم نبقى زي السودان، ناكلوا في بعض. احنا 120 مليون، لا قدر الله لو حصل اي مشكله او فتنه 120 مليون ياكلوا في بعض، دي كبيره. يعني نقول ربنا يسترها معانا ونحافظ على بعضينا، لان احنا ملناش غير بعضينا. حد محتاج نطبطب عليه، حد عمل غلط نقول له الصح فين. مش ان احنا نذبح بعض، مش ان احنا نقتل بعض، مش ان احنا نسيء لبعض بالطريقه دي او نشمت في بعض. ربنا يصلح حال الشعب ده.